السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللي تعرضت له الأم في طفولتها ممكن يبان في علاقات ابنها لما يكبر. في حاجات بتحصل للطفل بيفضل أثرها جواه، مش بس في حياته، لا ده كمان في حياة أولاده بعدين. في دراسة اتعملت في كندا على أمهات وأولادهم اللي كبروا، قالت الدراسة دي إن لو الأم تعرضت لسوء معاملة وهي طفلة زي الإهمال أو الضرب أو التعنيف، في احتمال كبير إن أولادها كمان يتعرضوا لحاجات شبيهة حتى لو كان من غير قصد. الأثر كمان ما بيقفش هنا، العلاقة بين الأم والابن أو البنت بتتأثر، والأبناء دول لما بيكبروا بيبقوا عندهم إحساس بالأمان في العلاقات أقل. يعني الأم اللي ما كانتش عايشة بأمان وهي صغيرة ممكن ابنها يكبر وهو عنده قلق في العلاقات أو بيهرب أصلا من العلاقات، واتكلمت عن نمط التعلق في فيديو عندي في القناة. الدراسة دي أثبتت إن الأم اللي بتتعرض له بيأثر على جودة علاقتها بابنها، وده اللي هيشكل أسلوب التعلق للطفل ده لما يكبر. الهدف الأساسي من الفيديو إن الصدمة النفسية مش بتخلص عند الجيل اللي عاشها، لكن ممكن تفضل ماشية في العيلة لحد ما حد يقف ويقول كفاية. الدراسة دي اتعملت على 139 أم وليها أولاد بالغين، كانت بتقيس العلاقة بين سوء المعاملة في الطفولة والتعلق في العلاقات. الإنسان ممكن تحصل له صدمة ويعيش بيها عادي ويكمل في حياته عادي، لكن بتأثر على وظائفه في الحياة. شكرا.